السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله. في هذا الفيديو سنعرض لكم عددا من الأخطاء الفاضحة التي ظهرت في إحدى مسلسلات السورية الزير سالم. مسلسل الزير سالم هو مسلسل تاريخي من إخراج حاتم علي وتأليف ممدوح عدوان. طبعا تم عرض المسلسل في عام 2000. إن مسلسل الزير سالم هو مسلسل سوري تاريخي من بطولة سلوم حداد، والذي يجسد شخصية عدي بن ربيعة الذي تدور قصته عن فارس وشاعر ينتمي إلى حقبة الجاهلية وما قبل الإسلام، وعن أحداث حرب البسوس، طبعا بمشاركة نخبة من الممثلين السوريين مثل سلوم حداد وزهير عبد الكريم وميلاد يوسف وبسام كوسة وفرح بسيسو، وإلى قائمة لا تنتهي من نخب الفنانين. أعزائي المشاهدين، أحيطكم علما بأن ذكري لهذه الأخطاء ليس تقليل من قيمة العمل أو الفنانين، بل من باب الترفيه، وأيضا من حبي وإعجابي به، وأيضا من أجل أن تقوم بإعادة مشاهدة هذا العمل الرائع مرات ومرات. قبل البدء ضع إعجابك على الفيديو واشتراكك في القناة، سأكون لكم من الشاكرين إن شاء الله. في خطأ الأول، أعزائي المشاهدين، إذ أنعمتم النظر على هذا المشهد بشكل دقيق حين يضرب لبيد زوجته زهرة، فسوف نرى على أن يده يمرر بالقرب منها دون أن يمسها، وهذا يعتبر من الأخطاء الفاضحة، لأنه كان يفترض عليهم المزيد من الاهتمام. أعز مني؟ لا أحد أعز من وائل. خطأ الثاني في هذا المشهد، وتحديدا عندما جحدر يذهب إلى الزير وهمام من أجل أن يطلب منهم مشاركة الطعام معه. أعزائي المشاهدين، إذ دققتم المزيد من المشاهدة نرى أن جحدر يقول السلام عليكم، ولكن تلك التحية هي ظهرت ما بعد الإسلام. كان يفترض عليهم أن يقول أنعمتم صباحا أو أنعمتم مساء، وهذا يعتبر من الأخطاء الفاضحة. السلام عليكم. السلام عليكم. خطأ الثالث في هذا المشهد، وتحديدا عندما كان أولاد مر بن زهل يتناقشون مع كليب أو مع وائل بن ربيعة حول موضوع خطبة أختهم الجليلة من تبع اليماني. هنا نلاحظ أن كليب يقول لستم أكثر حرصا مني على الجليلة أيها الشباب، ولكن في الحقيقة كان يفترض عليه أن يقول أيها الشبان. نعم، ليس بخطأ فاضح، ولكن كان الأمر يتطلب مزيد من الاهتمام. ولن يأخذوا الجليل وفينا قطرة دم. لستم أكثر حرصا مني على الجليل أيها الشباب، أيها الشباب، أيها الشباب. خطأ الرابع في هذا المشهد، وتحديدا عندما أتى كليب لمقابلة مر بن زهل، حينها نرى أن الجليلة تقابل كليب، وهنا يحدث الخطأ أثناء النقاش، فكليب بدلا من أن يقول هل أباك هنا يقول باللغة العامية هل أبوك هنا. أظن أن المشهد كان بحاجة إلى المزيد من الاهتمام والتدقيق. أهلا بوائل. أهلا بك يا بنت العم. هل أبوك هنا؟ هل أبوك هنا؟ هل أبوك هنا؟ خطأ الخامس في هذا المشهد، وتحديدا بعدما كليب قتل تبع اليماني فقرر أن يواجه جيوش تبع اليماني بمكيدة، والتي هي إنه قرر أن يحرقهم بالنار. ولكن إذ دققتم حين يشعل النار فسوف تلاحظون أن النار لا يبدو كالنيران طبيعية، بل مسكوب عليها كاز أو البنزين. هنا يأتي السؤال، من أين أتوا بالبنزين والكاز في تلك الزمان؟ هذا يعتبر خطأ فاضح. خطأ السادس في هذا المشهد، وتحديدا عندما دار الحديث بين نضلة وأخته الجليلة، سنرى أن الجليلة تقول عندي 5 بنات يا نضلة. هنا يأتي السؤال، أين هؤلاء البنات أو الفتيات بعد رحيل كليب؟ فكيف لم يلاحظ المخرج وكوادر التصوير لتلك الخطأ الفاضح؟
وأيضا أود أن أسألكم وأن تردوا لي بالتعليقات، أين هؤلاء البنات أو الفتيات؟ أين ذهبوا؟ أتحسين بذلك لأنك لم ترزقي بأولاد؟ عندي 5 بنات يا مطلع، عندي 5 بنات يا مطلع. أعرف. خطأ السابع في هذا المشهد، وتحديدا عندما إحدى الجواري من بني بكر تأتي بخبر قتل كليب لهمام، حينها نرى أن همام يضرب ابنه شيبون ويقول له: ربيتك لتكون فارسا قاتلا شجاعا وليس غدارا. حينها نرى أن الضباع تقول: مثل عمك جساس. وهنا يأتي السؤال: فكيف عرفت الضباع وما حولها بأن جساس قتل كليب غدرا؟ وهذا يعتبر خطأ فاضح. لقد أرسلني سيدي مرة لأقول لك إن سيدي جساس قتل سيدي كليب. ويلي، فلما لا نتخلص منه الآن؟ ربيتك لتكون فارسا مقاتلا لا قاتلا غدارا. مثل عمك جساس، مثل عمك جساس. خطأ الثامن في هذا المشهد، وتحديدا في ساحة النزال أو ساحة المعركة بين جيوش البكريين والتغلبيين، أثناء الهجوم بين الطرفين نرى أن أحد الفرسان من بني بكر راكبا على الحمار. في الحقيقة المشهد بدا لي مضحكا قبل أن أحكم عليه خطأ. هنا خطر على بالي سؤال: ماذا كان رأي الممثلين عندما شاركوا هذا الحمار في تلك المشهد؟ خطأ التاسع في هذا المشهد، وتحديدا عندما الزير سالم قتل فارسهم المقنع دون أن يدري أنه قتل شيبون. حينها نرى أن أبا شيبان يتفاجأ بموت ابنه وهو مستلقيا على الأرض، ولكن عندما يقوم همام بتحريك شيبون نرى أنه يغمض عيناه، وهذا يعتبر خطأ فاضح. عاشرا والأخير في هذا المشهد، وتحديدا في أول معركة بين بني بكر وبني تغلب، عندما كان الزير سالم قتل منهم ما يكفي، نرى بشكل واضح وتام بأن أحد المقتولين على الأرض يتحركون ويتنفسون بشكل واضح، وهذا يعتبر خطأ كبير جدا من حق هذا العمل الناجح. قبل الختام، ضع إعجابك على الفيديو واشتراكك في القناة، سأكون لكم من الشاكرين إن شاء الله. دمتم في أمان الله، وسلام.